أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذر بل ويذكر للصحابة أنه سيأتي وباء وطاعون كقعاص الغنم. قال مالك بن عوف في تبوك، في غزوة تبوك: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس فقال: أعدد 6، عد معي 6 من أشراط الساعة، فتح بيت المقدس. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: يأتيكم موتان، هذه صيغة مبالغة، مثل لما قال الله عن الحيوان لو كانوا يعلمون. موتان يعني موت يتتابع، أو موت قوي، أو موت مرض يسرع فيكم. يأتيكم موتان كقعاص الغنم، يعني أنتم يا مالك ومجموعة الصحابة رضي الله عنهم. طبعا مات النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء المرض، وجت خلافة أبو بكر وما جاء المرض، ثم جاءت خلافة عمر، وفي السنة 18 من الهجرة انتشر مرض الطاعون. قعاص الغنم هو مرض كان يأتي في الأغنام ويسيل من أنوفها مثل الماء أكرمكم الله الذي يصيب الإنسان فتنتقل فيه العدوى. هذا جاء بسبب بعض القوارص والفئران أكرمكم الله التي ماتت، ثم يأتي البعوض فينقل الميكروبات الموجودة فيها والفيروس الموجود فيها فيكون العدوى. انتشر المرض وهلك عدد وخلق كثير. قيل مات في عمواس منطقة في قريبة من بيت المقدس ب30 كيلو متر تقريبا في فلسطين، ومات عدد، حتى أن عمر بن الخطاب لما أراد أن يتفقد الناس ذهب، فلما وصل إلى منطقة على حدود الأردن جاءها أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنهم جميعا وعدد من الصحابة، وأخبروه بما هو كائن في تلك الأرض. فقال له أبو عبيدة: ادخل. وقال له عمرو بن العاص: لا تدخل، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا انتشر أو جاء الطاعون في أرض فلا تدخلوها، وإذا وقع في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. هذا هو الحجر الصحي. ولذلك نستطيع أن نسمي هذه الحلقة الحجر الصحي في عهد الصحابة رضوان الله عليهم. وبالتالي عمر بن الخطاب أخذ بقول عمرو بن العاص وقال للناس: إني مصبح على دابتي، أنا بكرة الصبح أبركب على دلولي أو على دابتي أو على فرسي، ولا يصبحن أحدكم إلا على دابتي، يعني أبرجع إلى المدينة. فقال أبو عبيدة: أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال: أفر من قدر الله إلى قدر الله. هذا قدر الله أيضا، أن أنجو بنفسي، وهذا من فعل الأسباب، أن أفعل السبب. ولذلك عمر بن الخطاب رجع وكتب لأبو عبيدة أن عد، خشي عليه من الموت، فإني بحاجة إليك. فرد عليه أبو عبيدة: إني أعلم أنه لا حاجة لك بي، ولكنك تريد أن تخرجني من هذا المرض. فبقي رضي الله عنه، بالفعل مات، حتى يقال كان يموت الأسرة الكاملة تموت في البيت ولا يستطيع أحد أن يدخل عليهم، فيبنى عليهم بيتهم، يسد فتحات الأبواب والنوافذ فيكون لهم قبرا. ومات أكثر من 25,000، يقال أنهم كانوا يعدلون أكثر من ثلثي المنطقة التي كان فيها ذلك الطاعون والمرض. فلما تولى عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه شاف أن المرض جالس ينهش ويأكل في الناس، ومات عدد من الصحابة، معاذ رضي الله عنه وعبد الرحمن بن معاذ وأبو عبيدة قبلهم. فخطب في الناس خطبة عصماء، قال: أيها الناس، إني أرى هذا المرض كالنار يأكل في الحطب، شبهها بالنار، والنار ما تشتعل ويزداد شعلانها إلا بوجود الحطب، فلا بد أن نبعد الحطب، وحطب هذا المرض أنتم. فهنا جاء الحجر الصحي، فأمر الناس أن يتجبلوا يصعدوا على ظهور الجبال. لكن كم واحد قال: المرضى ما يطلعون معكم. هذا الحجر الصحي اللي تدعو اليوم وزارة الصحة وتدعو له وزارة الصحة عندنا مشكورة وغيرها، قال: تجبلوا على الجبال، كل 5 مع بعض متفرقين، ما بينهم مريض ومع ذلك متباعدين. هذا البعد اللي جالس تدعو له اليوم، كذلك هذه الجهات الصحية والرسمية جزاهم الله عنا خير الجزاء، كل 5 مع بعض متفرقين. فبقوا فترة من الزمن، قيل عاما كاملا، حتى أزال الله ذلك المرض وابتعد ذلك الطاعون الذي أصاب المسلمين. بلغ عمر بن الخطاب ما فعله عمرو بن العاص وفرح به فرحا شديدا. وتواريخ الطواعين والأوبئة لا يعد ولا يحصر، يعني فيه في تاريخ الأمة
مرت طواعين كثيرة في الأندلس وفي المغرب وفي غيرها، المغرب العربي بشكل عام وفي غيرها، وفي العراق كذلك، وأيام التتر كثيرا ما مر مثل هذا الوباء ومات فيه خلق كثير، فعافى الله الأرض والبلاد والعباد. ولذلك أنا أقول افعلوا الأسباب يا جماعة، افعلوا الأسباب قدر الاستطاعة. الأسباب لا تتنافى مع التوكل على الله جل في علا، أبدا لا تتنافى. بعضهم يقول يا أخي أن الله يقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، نقول صحيح لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وهذه عقيدتنا، لكن هذا في حق من فعل الأسباب. أما المستهتر هذا ينطبق عليه قول الله جل في علاه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. وما يدري الثور أني عنترة هرب مرة من ثور أكرمكم الله وهو شجاع في الجاهلية معروف، فأراد الثور أن ينطح عنترة، فاختبأ عنترة خلف شجرة أو نخل، فقالوا عنترة تفر من ثور، قال وما يدري الثور أني عنترة. وش در كورونا أنك الفلان ابن فلان أو أنك الشخص الذي تؤدي الأعمال الفلانية، ما لم يكن هناك فعل سبب وتوكل على الله فأنت معرض لا قدر الله إلى هذا المرض. لكن ثقتنا بالله سبحانه وتعالى مع توكلنا وحسن ظننا به وعودتنا وأوبتنا واستغفارنا ومع فعل الأسباب الصحية والدنيوية التي دلت عليها الجهات المعنية الرسمية، هذا سبب إن شاء الله من أسباب الوقاية والحماية. حمى الله أجسادكم وأجسادنا وصحتنا وصحتكم وسائر المسلمين بل وسائر الإنسانية على وجه الكرة الأرضية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.